هنعمل النهاردة كيكة البرتقال اللي كلنا بنحبها، ودايما بنعملها في الشتاء علشان بيكون البرتقال متوفر في الشتاء، وبنعملها كده بالبرتقال الفريش وبتكون حلوة قوي. هنعمل الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هقول لكم على أسباب نجاحها وإزاي ما تكونش منخفضة معاكي أو تكون مش مرتفعة، وإيه اللي بيخليها ما تكونش مرتفعة. كل ده هنتكلم فيه وإحنا بنعمل مع بعض كيكة البرتقال. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، أنا عزة مصطفى، وبتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. معايا 3 وحدات من البيض، واحطهم كده. البيض طبعا بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما كانش في التلاجة. هحط عليهم كمان كوباية الا ربع من السمنة، وطبعا ممكن تبدلي السمنة بالزيت وده اختياري. هحط كمان عليهم كوباية كاملة كده هرمية من السكر بالشكل ده. طبعا كل المعيار بكوباية واحدة أو مقاس واحد. كمان هحط كوباية من عصير البرتقال الفريش اللي أنا عصرته بإيدي كده، يعني جبت وحدتين من البرتقال وعصرتهم بالشكل ده. هحط كل الحاجات دي على بعضيها. معايا كمان برتقانة حلوة كده ومغسولة كويس، وهاخد كده البشر بتاعها وهضيفه للمكونات بتاعتي، وهضرب كل الحاجات دي في الخلاط. هنعمل كمان يعني هحط كمان كوبايتين ونص من الدقيق، وما نكترش الدقيق اكتر من كده ولا نقلله اكتر من كده، عشان دي واحدة من اسباب انخفاض الكيكة، ان كمية الدقيق ما تكونش مناسبة. حطيت على الدقيق باكت كامل من البيكنج باودر، وبرضو مش هنكتر البيكنج باودر اكتر من كده، عشان دي واحدة من اسباب انخفاض الكيكة، كتر البيكنج باودر. حطيت كل الخليط اللي ضربته في الخلاط على الدقيق والبيكنج باودر، وبدأت هنا أقلب كل الخليط كده بالشكل ده. هنقلب كويس قوي لحد كده ما الدقيق يختفي. وطبعا كنت ضربت الحاجات دي كلها في الخلاط شوية كويسين كده، علشان يعني الخليط كده يبقى لونه ابيض قوي، لحد ما يبقى لونه ابيض كده. كمان هنختار مقاس الصينية مناسب لكمية الكيكة، وبطناها كده بالسمنة وكمان رشة من الدقيق، وشلت بقى بعد كده كل الدقيق اللي كان زايد في الصينية. برضو لازم نختار مقاس الصينية مناسب لكمية عجينة الكيكة، عشان برضو ما تنخفتش معانا. هنحط هنا العجينة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا انا بعتذر ليكم لاني صوتي رايح جدا من البرد، وبتكلم يعني بصعوبة، معلش انا اسفة جدا لانه مش عارفة اتكلم من البرد يعني. اعذروني يا جماعة، بقالي فترة ما صورتش معاكم عشان البرد ده. بدأت هنا اهو اسوي كده العجينة بتاعتي كده، وانا ولعت الفرن قبل ما اخلص الكيكة ب5 دقايق بس. وبرضو ده من اسباب انخفاض الكيكة، ان انتي بتولعي الفرن فترة طويلة جدا، فبتدخلي الكيكة بعد كده تروح منخفضة فجأة لانها ارتفعت فجأة. بعد كده اختبرت الكيكة بالشكل ده، وكانت العصاية معايا نضيفة. بدأت أقطع الكيكة بالشكل ده وهي كانت سخنة، فكانت يعني ايه بتهري شوية مني. هنا الكيكة كانت خلصت بالشكل الحلو ده. طبعا الكيكة هشة وطرية ومرتفعة. قلنا على كل أسباب نجاحها والأسباب اللي تخليها ما تنخفتش معاكي وتكون مرتفعة. شايفين قد ايه طرية قوي، وكمان كان طعمها حلو جدا. بجد كيكة البرتقال النهاردة كانت فعلا خطيرة، طعمها وشكلها يعني بصراحة كانت حلوة قوي. طبعا كلنا بنحبها جدا، وبنحبها قوي في الفطار والعشاء مع كوباية الشاي كده، بتكون حلوة قوي. وطبعا بيكون فطار حلو قوي الصبح، قطعة الكيك كده مع كوباية الشاي. شايفين قد ايه طرية قوي وهشة ومرتفعة. قلت لكم على كل اسباب نجاحها، ودي كانت النتيجة، كانت حلوة قوي. كيكة البرتقال من أحلى الكيكات اللي كلنا بنحبها. دي كانت كيكة البرتقال، ودي كانت وصفتي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.